انا سمسار والسماسرة كانوا هينصبوا عليا. تخيل معايا. تخيلت؟ تعال احكي لك حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. لما تنزل شبرا عندنا او مصر الجديدة عندنا برضه غلبان لمت تحويشة عمرك ونزل تشتري شقة عمارة تعجبك وتقول اما اسأل البواب ولا اي حد ان شاء الله يكون فيها شقة حلوة على قد الايد. ومن هنا تبدأ المشكلة. هتلاقي عم علي البواب بيعرض لك كل اللي عنده ولا اجدعها سيلز، ده عنده انفنتوري مش موجودة عند السيلز نفسه. وعم حسن طالع من البقالة بتاعته بيشاور لك على الشقة اللي هناك دي، بيقول لك دي لقطة بس دي ب4 مليون جنيه بس. هتلاقي تليفون الزراير بيترفع، بيستدعوا الوحش، بيخلصوا معاك الكلام، بيستدعوا عم شحتة اكبر مكواجي في المنطقه. كلام كتير ومتناقض وكل واحد ليه سعر وليه راي. هتخاف وهتحاول تمشي. اصل ايه كل الناس اللي ليها مصلحه دي؟ هتلاقي واحد بفيسبا بيجري وراه مش بموتوسيكل ولا مكنه، فيسبا بيحاول يوقفك ويقول لك بتدور على شقه يا استاذ. كل ده حصل وهيحصل وبيحصل وانت لا شفت الشقه ولا عارف هي مناسبه ليك ولا لا، ولا شفت حتى الورق القانوني ولا شفت اي كلام. كل الخوف والحوارات دي لمجرد انك سالت بس. ومن هنا بقول لك اهلا بيك في مهنة السماسرة. الحقيقة وبكل وضوح انا مش قصدي انتقد المهنة لاني انا ببساطة سمسار. كل اللي عاوز اقوله لك ان انا مقدر التخوفات بتاعتك والصورة التقليدية للسمسار اللي بتيجي في دماغك وانت بتتعامل مع الوسيط العقاري او البروكر. احنا كمان كبروكرز مش مستوعبين ان الصورة التقليدية دي بتأثر في قرار العميل وفي طريقته بالتعامل معانا. اصل مادام كلكم سماسرة فوارد الاقي في نفس المشروع حاجة افضل او حد يجيب لي سعر احسن. الفكرة بس ان في فرق جوهري ما بين الوسيط العقاري والسمسار. المفروض يعني ان الوسيط العقاري هو موظف مدرب فاهم يعني ايه استثمار وابعاد المنتج اللي بيبيعه وتفاصيل كتيرة عنه، والمفروض برضو ان يكون زيه زي زميله البروكر فاهم استثمار وبيقدم نفس الامتيازات. اصل هو سيستم واحد كلنا بنشتغل عليه، والا كده يبقى المطور بيبيع بذمتين. المفروض الفرق الجوهري ما بين البروكر وزميله البروكر هي خبرته والترشيحات اللي بيقدمها ومعلوماته، مش فرق السعر او مين يعرف يضحك على العميل اكتر. وقبل ما تقول لي انا عارف ان البروكر حاليا شغلانه اللي ملهوش شغلانه وحواراتها كتير قوي، وانك كعميل حاليا بتشوف البروكر زيه زي اي سمسار في الشارع، ولكن زي ما احنا بنتمنى ان يكون في تشريعات وقوانين قويه تنظم العلاقه ما بين العميل والمطور والوسيط او البروكر. وزي ما قال الباشمهندس نادر خزام ان كتير من البروكرز في 2026 مش هيكون ليهم مكان في السوق. فلو انت لقيت بروكر شاطر بتتعامل معاه قادر يقدم لك خدمة حقيقية ومعلومات وخبرة امسك فيه، ده عملة نادرة دلوقتي. ولو محتاج استشارة عقارية انا مصطفى سمير، تقدر تبعت لي وهرد عليك بنفسي. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.